رجع مازن رجع، عيوني ما بتنشف من الفرحة يا ربي. اللي صار أخي ظفار مدري مختار، إنه جيشنا عم يمشط. لك عفواً. رجع ماهر الأسد رئيس لإلنا وحياة العذراء. يا الله. أنا بقول لك أخي ذوالفقار اللي صاير إنه رفع العلم بقاعة حميم، علمنا الأحمر السوري، والجرادين تبع الجولاني عم يهربوا على حما لأنه فاتت الجيش تبعنا عم يمشط المناطق بالساحل، والحمد لله بلشت سوريا ترجع. يا علي يا علي يا رب. مازن ساوى حركة. لك ايه حركة، بس ايش هالحركة الله أعلم. لك لا يروح بالكم لبعيد، حركة تصحيحية بس ما بنعرف إذا مجيدة ولا ما لا مجيدة. وقبل ما نبلش من الحلقة بنتمنى منكم يا مشاركين الأكارم لايك وشير وسبسكرايب. اعملوا لكم حركة على قناتنا. ايش شو مازن وحافظ أحسن منكم يعني. هلأ سوريا بلد مشهور عبر القدم بالانقلابات العسكرية، بس انقلابات فنية هي جديدة وأول مرة بتصير عنا بالبلد. بعد ما طلع الاحتلال الفرنسي من سوريا، وعسيرة فرنسا شفتوا لي أحمدنا شلون زار قصر الإليزيه بفرنسا وعمل حركة، وينك حركة من الحركات الثقيلة بوجه كل مين فكر إنه أوروبا راح تصف معهم. بعد ما طلع الاحتلال الفرنسي من سوريا كان الشعب السوري يصحى كل يوم على فلان الفلاني عمل انقلاب على هاد، وهاد عمل انقلاب على هاد، وعلى هاد ومثله، حتى اجى الأخ ما بدنا نحكي حافظ الحمار وعمل انقلاب عسكري. وبعد هالانقلاب عمل حركة، لك حركة تصحيحية مثل ما علمونا بالمدارس نحن وصغار. شكلهم كانوا الجماعة بوزارة التربية بوقتها خجلانين يقولوا انه كان انقلاب عسكري وسجن رفقاته. لك اذا رفقاته اللي هن رفقاته انقلب عليهم وسجنهم، باش مستنين كان يعمل بالشعب. من فترة كم يوم كلياتنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي كيف طلع البيان رقم 1. لك عفوا، كيف بعض من الممثلين السوريين عملوا انقلاب فني على مازن الناطور وأقالوه بتوقيع نور مهنا. طيب مين هدول؟ وهل عندهم يا ترى صلاحية يقيلوا لمازن الناطور؟ وفجأة منشوف طلع بيان مغاير بيقول انه مازن رجع، وانه البيان ماله شرعي وماله صلاحية. الظاهر الممثلين يلي عملوا هالانقلاب الفني على مازن الناطور زعلانين على رفيقتهم الشريفة العفيفة يلي أبهرتنا بأدائها وتمثيلها الحلو والجريء. لك عفوا مو الجريء، أدائها يلي بينقط كله طهارة وشرف وعفة، سلاف فواخرجي. ايش شو حافظ الأسد أحسن من مازن الناطور. هذاك عمل حركة الله أعلم إيش هالحركة هي، وهذا كمان عمل حركة بس رجع فيها. ايش مستنين من شعب متربي بمدرسة حافظ الأسد؟ كله بيعمل انقلاب على كله. مو بس هيك، في انقلابات كتير إذا بدكم بس ما لها مذكورة على الإعلام يعني. والانقلاب شو هو تعريف الانقلاب؟ بيكون شخص ما بارك بمحله وفجأة حدا بيجي بيقلبه. شلون بيقلبه يعني؟ بيطيره من محله وبيجي ببروك محله، مثل ما ساوى حافظ الأسد برفقاته بزماناته، خلاهم يجتمعوا بمكان وطبع عليهم هديك الطبة وشالهم وزتهم بهالسجون هي. لك إذا رفقاته يلي بيناتهم خبز وملح ما سلموا منه. قليل إيش ما عمل بهالشعب، صدقوني قليل. بس عجب مين عمل انقلاب فني على مازن الناطور؟ مين هو؟ يا ريت نعرف بالله، اللي بيعرف يكتب لنا تحت بالتعليقات. وإيش شو أسباب اللي أدت إنه هالممثلين هدول يجتمعوا ويعملوا انقلاب فني؟ وهل يا ترى عندهم صلاحية مثل ما قالوا إنه يعملوا انقلاب فني، ولا مثل ما طلع مازن الناطور وقال إنه هو تعين بقرار من رئاسة والمجلس الوزراء، وهالقرار هاد ما له شرعي وما له صلاحية؟ عجب مين بدنا نصدق نحن؟ وحتى لو طار مازن الناطور مين عجب كانوا بده يحطوه؟ لا تقولوا لنا هلا سلاف، معقول سلاف او يمكن حسبالك، والله ممكن، لا تستغربوا شيء بهالبلد. لك صدقوني لا تستغربوا شيء، بجوز يوم من هالايام تفيقوا تلاقوا سلاف فواخرجي صارت رئيس نقابة الفنانين او حسبالك، لا تستغربوا. لانه شعبنا ما شاء الله اللي بيتجوز امي وقال له عمي وبيمشوا ورا هالقطيع. ولا تستغربها بيوم من الايام انه سلاف تطلع ثورجيه وحسبالك كمان يطلع ثورجي. والله العظيم هزولات، انا بعرف عالم كتير عز المعرفه بحياتهم ما طلعوا بمظاهره واحده بسوريا، وفجاه بتلاقيهم صاروا استلموا الثوره وهن من اهل الثوره. لك وبيحاضروا كمان فيك. وين كنت من 14 سنه وما شفت المجازر يلي صارت؟ المهم هدول العالم كتير موجود منهم، ما علينا منهم، خلونا بمازن الناطور.
من هذا السياق اللي حكينا فيه انه ممكن كمان بيوم من الايام مثل ما قلنا من شوي تلاقي ممثل شبيح يكون رئيس نقابة الفنانين، لا تستغربوا. وعلى سيرة نقابة الفنانين، لك هذا الممثل مصطفى عبد الحق، لك سطيف الأعمى، وينه؟ حدا شافه ولا لمحه؟ فص ملح وداب، ناس بتقول راح على موسكو وناس بتقول راح على طهران. خليك يا كلب، والله العظيم أنا ملقوم منك من أيام باب الحارة يا كلب، لك هيك تقتله للزعيم؟ طيب ليش مازن الناطور هو بالذات حطوه نقيب للفنانين؟ هلا أيمن زيدان شبيح، سلاف فواخرجي شبيحة، وباسم ياخر حس بالك، فادي الصبيح مو معروف موقفه. بس عبد الحكيم قطيفان ليش؟ كسمه محمد أوسو، تامر المصري، العقيد، أبو شهاب. هل يا ترى مازن الناطور عنده مؤهلات فنية نحن ما اكتشفناها لهلأ كجمهور، ورئاسة مجلس الوزراء مكتشفتها من زمان؟ إيه بس مازن الناطور من مهد الثورة من درعا، لك وعبد الحكيم القطيفان كمان من مهد الثورة من درعا. والله معادلة صعبة وصعب حلها بصراحة. بس لو حدا يطلع ويتكرم علينا ويقلنا من رئاسة مجلس الوزراء أو من أحد من نقابة الفنانين، يطلع علينا ويتكرم ويقلنا شو هي المؤهلات المطلوبة لحتى يكون الشخص مؤهل ليقود نقابة الفنانين بسوريا. هلأ بزماناته زهير رمضان اللي اندفس ومات، يعني هداك مؤهلاته معروفة، شبيح نبيح. وهلأ بعد ما طار النظام لازم نعرف إيش المؤهلات المطلوبة لحتى يكون الشخص قادر على أنه يقود نقابة الفنانين. ونقابة الفنانين يشهد بالله أنا ما شفت إلا دور غير أنه تقيل ترجع وتقيل، هي شغلتها، إلا إذا كان لها شغلات تانية وأنا ما بعرفها. يا ريت اللي بيعرف يتكرم علينا ويقلنا. على ما أعتقد رجعوه أو حطوا لمازن الناطور نقيب للفنانين لأنه تعهد أنه باب الحارة لا عاد يتصور ولا يطلع. ليش؟ لأنه مازن الناطور قريب من القيادة، والقيادة كانت بفرنسا، وفرنسا شرطت لتشيل العقوبات عن سوريا أنه ما ينعرض باب الحارة. هلكت لك هلكوها هلاك لفرنسا، وفرنسا لعنت هديك اللحظة اللي قررت فيها أنه تحتل سوريا بهذاك الوقت. أنا ما عندي اعتراض أنه يرجع مازن، بس خيو الله وكيلك أنا مالي علاقة، أنا بحبك. هذا مجرد حلقة وكوميديا ساخرة. صريخ واهل جو تسوريكي آزاده، ارفع راسك فوق انت سوري حر. لك خيو ما بتعرف بخوف، بجوز بكره شيلك زتك بالحبس بس تروح على سوريا مثل حافظ الأسد، والشمس موعود نشوفها. يا نقيب الفنانين يا أستاذ مازن الناطور، الله يوفقك تكمش لنا سطيف الأعمى. لك هلكنا هلاك وقلبنا مليان منه. لك شيلوا عبطوا هيك، طلعوا احبسوا اللي بدك يا ساوي فيه، نحن معك. لك افصلوا على الأقل، طلعوا من نقابة الفنانين، قلبنا مليان منه. وإذا بتفصلوا أو بتلقطوا وبتعفطوا وبتحطوا بالسجن، إلك علي أطبل لك من هون ليوم الدين. وينك وما حدا بيستلم النقابة غيرك. نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى تكون الحلقة كانت حلوة وخفيفة الظل. بتمنى منكم بنهاية الحلقة يا مشتركين الأكابر أو يلي عم يشوفنا جديد لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم بحلقات تانية. سلام.